سيبك من نغمة صعبانيات السواق ومن دموع بتوع الإنسانية اللي غرقت السوشيال ميديا، وتعالى أقول لك الزتونة فين. الحفلة اللي معمولة على الفنان محمد صبحي دي مش علشان زعق ولا علشان جرى السواق وراه، ده فرصة جت على الطبطاب لشلة اليسارجية والثورجية وأيتام الميدان علشان يصفوا حساباتهم القديمة مع الراجل ده. وفي طار بايت بين الفنان محمد صبحي وبين الشلة دي بالتحديد، مش طايقينه من سنين وحاطينه في خانة صوت النظام وعدو الثورة. وده ليه؟ لمجرد انه كان عنده بعد نظر وشايف الخراب اللي هم سموه ربيع عربي، ورفض يمشي مع القطيع وقت ما كانت البلد بتولع. الناس دي عايزين يصوروا طول الوقت ان الفنان محمد صبحي انه طبال بيلمع البيادة وبلا مبدأ ولا أخلاق، مع إن الفنان محمد صبحي ده اللي نقد السياسة الداخلية وعرى أمريكا وإسرائيل والأنظمة العربية كلها في ماما أمريكا، وتخريف في وجهة نظر وقت ما كنتوا أنتوا لسه بتتعلموا يعني إيه سياسة في قهاوي وسط البلد. صبحي طول عمره بيقدم نقد، ودي اللي بيجننكم انتوا. مشكلتكم معاه انه وطني بمفهوم الدولة، مش فوضوي بمفهومكم العقيم. فلما جات لقطة السواق لقيتوها فرصة تمارسوا هوايتكم المفضلة في الصراع الطبقي، مع ان الفنان محمد صبحي معروف عنه شخصيته الحيادية حتى في كواليس العمل معاه مع اي شخص غير منضبط في مواعيده. حولته مشهد تأديب مهني لواحد مقصر في شغله لمظلمة الإقطاعي المتعطرس ضد الكادح الغلبان. شغل يسار قديم اتعودنا عليه وكلنا عارفينه. صبحي إنسان اتنرفز عادي على واحد مش شايف شغله، والأسود الأعظم منكم شايف نفسه في صورة الموظف المتسايب المهمل